مساء الفل عليكم، وحشتوني جدا. والنهارده هنتكلم عن حلقة من حلقات سلسلة كم من عشرة. والسلسلة دي هي السلسلة اللي بنتكلم فيها عن ريفيو وتحليل الأفلام والمسلسلات، وبنقول فيها مين جامد ومين مش جامد. ده طبعا للي ما اتفرجش علينا قبل كده واللي لسه بيخش يشوف. وطبعا كان في سلسلة احنا عاملينها قبل كده، سلسلة الجرائم الحقيقية اللي اتحولت لأفلام. يا ريت اللي ما شافهاش يدخل يتفرج عليها ويقول لي رأيه في الكومنتات. اما بقى حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن فيلم من الافلام اللي انا شخصيا كنت مستنيها بفارغ الصبر، والفيلم ده من الافلام اللي كان نفسي ادخلها سينما، بس للاسف لما نزل في السينما ما قدرتش اتفرج عليه، وفضلت فترة بعدها بحاول اتفرج عليه، بس الكواليتي بتاعه ما كانش افضل حاجة، لحد ما عرفت ان هو نازل على شاهد. واول ما عرفت ان هو نازل على شاهد قلت لا، لازم اقعد اتفرج عليه واعمل عنه بقى حلقة. والفيلم ده من الافلام اللي كان فيه مفاجآت كتيرة. يلا عشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف فيلمنا بيقول ايه. بس قبل ما ندخل في الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو عجبتكم الحلقة ما تنساش اللايك والشير. انا رامز عادل، وده المغبقنجي. فيلمنا النهاردة هو كيرة والجن، والفيلم ده اتقال عنه ريفيوهات كتيرة قوي، وكلها كانت ما بين معارضين وما بين مؤيدين، وبين ناس بتمدح وناس كمان متضايقة، وفي ناس كانت بتشتم الفيلم وصناعه. طيب انا هقول رأيي كمتفرج وكواحد بيحب السينما، وخلينا متفقين اننا عادي نختلف في رأينا، يعني مش لازم رأيي يكون شبه رأيك. اول حاجة طبعا ان الفيلم اتأخر قوي قوي في تصويره، وخد وقت كبير جدا، وكل الناس كانت بتسأل هو ليه الفيلم اتأخر كل ده. وطبعا ظهر اقاويل كتيرة جدا، واتقال فيها ان احمد عز وكريم عبد العزيز كانوا متخانقين مع بعض، ومش بس متخانقين، دول كمان ما كانوش عايزين يكملوا الفيلم. واتقال ان الفيلم باظ من مروان حامد وفلتت منه، وانهم عملوا زي مانشستر سيتي كده لما جاب نجوم كتير بس معرفش يسيطر عليهم. والموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وقلب الدنيا وقتها. بس خلينا متفقين ان كل ده بلح. ليه بقى؟ لان كريم عبد العزيز واحمد عز قالوا العكس تماما، ولما اتقابلوا في العرض الاول حضنوا بعض جدا، وكل واحد فيهم اتكلم عن التاني مع كل المذيعين بكلام كويس جدا. ده حتى احمد عز لما اتسأل عن مين نمبر 1 قال لا انا ولا كريم بيشغلنا الكلام ده، احنا نجوم كبار وكريم عبد العزيز نجم كبير من قبلي، واني انبسطت جدا اني اشتغلت معاه. ده بالعكس، ده انا نفسي اكرر التجربة كتير قوي الفترة اللي جاية. واتقال في حق احمد مراد مؤلف الفيلم كلام كتير فعلا حلو، واللي اتقال عنه ان الفيلم اجمد بكتير من رواية 1919. ده مش بس كده، ده من الافلام القليلة جدا اللي انا لما قريت الرواية وشفت الفيلم عجبني الفيلم اكتر من الرواية بكتير، لان انا عادة بميل للروايات اكتر، بس الفيلم ده تحديدا عجبني اكتر من الرواية. وطبعا اتقال كلام كتير قوي عن المخرج مروان حامد، واللي اتقال عنه اهم جملة وهي انه مش ابناء عاملين. بس انا شايف ان مش ده الفيلم بصراحة اللي يثبت ان مروان حامد مش ابناء عاملين. مروان حامد اثبت ان هو مخرج جامد جدا من قبل كده بكتير، من اول ما اتخرج وعمل فيلم اسمه ليلي. بس خلينا متفقين بقى ان فيلم كيرة والجن ده خدني في حالة بقالي كتير ما شفتهاش غير في السينما العالمية. اول حاجة في الفيلم كده انهم نزلوا تنويه ان الفيلم ملوش اي علاقة بالتاريخ تماما، يعني من الاخر كده الفيلم هدفه الاول هو المتعة، انما لو لقيته اخطاء تاريخية فسامحونا عليها. برغم انهم راجعوا الفيلم كذا مرة على فكرة، ده غير انه بدأ الفيلم باستلهام للتاريخ وازاي بدأت الحدوتة اصلا. وعجبني قوي فكرة انه قسم الفيلم لمراحل، وكل مرحلة بتفاصيلها. وانا شخصيا شايف ان دي اكتر حاجة من الحاجات اللي كانت مميزة في الفيلم. واحمد مراد ومروان حامد خلقوا حالة من التناغم والإبداع بشكل مش طبيعي، لأن الحبكات اللي عملها أحمد مراد لكل شخصية وخلى كل واحد فيهم جواه حكاية صغيرة بتكمل للحكاية الكبيرة، وجه مروان حامد قدر إنه يخليك تتعاطف مع الشخصيات بالتفاصيل. يعني كلنا حبينا الجن برغم إنه شغال مع الإنجليز وبتاع 3 ورقات وكمان نسوان وحاجة نيلة، بس أكاد أجزم إن علاقة الحب اللي خلقها مروان حامد
بين الجن وبين الفتاة القبطية اللي هي هند صبري، وقال فيها ان قلوبنا مش بايدينا ولا بنقدر اننا نسيطر عليها، لا في دين او في سياسة، كانت علاقة مميزة جدا، بالظبط زي ما كيرا حب بنت قائد الانجليز. وطبعا كلنا شفنا علاقة الحب دي. وطبعا مروان حامد ما سابش الهوا، كل كادراته بتحكي حكاية لوحدها، وكل التفاصيل اللي حطها في الفيلم كلها ليها حوار رهيب. والحوار كان ممتع بشكل مهول، لدرجة ان انا حسيت ان انا عايش في 1919. ويمكن ما عندهمش اي حاجة تاريخية غلط، غير بس ان في مشهد وهم بيفجروا المعسكر كان احمد عز ماسك مسدس وبيغير الخزنة بتاعته، ومتهيألي في الوقت ده ما كانش فيه مسدسات بخزنة اصلا. مش عارف المعلومة دي صح ولا غلط، لاني بحثت عنها كتير. يا ريت تدوروا وتقولوا لي برضو اللي انا بقوله صح ولا غلط. بس في المجمل مروان حامد واحمد مراد قدروا يخلقوا حالة من النضال الممزوج بحب، وقدروا يخلوا كيرا والجن مش مجرد اشخاص، ده خلوهم هما الفكرة نفسها. يعني جردوهم من كل حاجة وخلوهم هما الفكرة. حتى في مشهد النهاية كده لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان كيرا وهو بيموت كان بيحاول يصمد لحد النهاية، وده مش عشان عن نفسه يعيش، ده عشان مروان حامد يقول ان الفكرة مش بتموت. وده اكد كلامي لما الانجليز خرجوا من مصر واحمد عز حضن ابن كيرا كريم محمود عبد العزيز، وبعد كده جاب لك الوجه الاخر اللي هو كريم عبد العزيز عشان يقول الفكرة مش بتموت. وده كان مشهد من المشاهد اللي مروان حامد كان عايز يثبتها بشكل عظيم، وفعلا قدر ان هو يثبتها بكل تفاصيلها. وده كان تأكيد ملحوظ على ان الفكرة مش بتموت، وان النضال والثورة نجحوا مهما مر الزمن عليهم. وطبعا بالنسبة لي ده فيلم من اعظم الافلام اللي اتفرجت عليها من فترة طويلة، من حيث السيناريو والاخراج، وطبعا الموسيقى التصويرية اللي كانت مهولة، موسيقى تصويرية على اعلى مستوى، والصورة الرهيبة والممثلين. وده فيلم من الافلام العظيمة، واظن ان هي هتعيش وقت طويل الفترة الجاية. والفيلم ده متعني جدا برغم انه قرب على 3 ساعات، بس ما ملتش منه في اي لحظة، وكنت حتى عايز اجري. وده فيلم بالنسبة لي انا لو هقيمه هديله 9.5 من 10. 9.5 من 10. انا متحيز جدا للافلام اللي بالشكل ده. شابوه لاحمد مراد، وشابوه لمروان حامد وكل الممثلين الجامدين قوي. امتعتونا جدا جدا يا اساتذه، لان فعلا خلونا افتخر ان في سينما مصريه بالشكل ده. ونصيحه للي ما اتفرجش على الفيلم، روح اتفرج على الفيلم واستمتع ان احنا عندنا ناس بتعمل مستوى رائع بالشكل ده. وكده نكون خلصنا حلقه كيرة والجن. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. واللي عنده اي اقتراح او استفسار برضه يسيبه في الكومنتات تحت الفيديو، واكيد هشوفه وارد عليه. واللي عايزنا نتكلم عن فيلم معين او حاجه معينه يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. انا رامز عادل، وده المغبقنجي. سلام.